السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هوبة من قناة تستي فود هوبة. هنعمل مع بعض أحلى الوصفات بكل تكات المطبخ المصري، يا رب تعجبكم إن شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض الحواوشي بتتبيلة حلوة جدا، وطريقة التسوية بتاعته المظبوطة مية مية. وكمان هنحاول إن احنا نقتصد في الطريقة بتاعته ونعمله بطريقة اقتصادية. شايفين شكله حلو ازاي؟ يلا بينا نشوف الطريقة بتاعته. اول حاجة هنعملها، انا هدخل معاه البرغل. هحط كده معلقتين كبار من البرغل وننقعهم في مية مغلية بالشكل ده كده. دي اول حاجة على بال ما نجهز بقية المكونات بتاعتنا، ونغطيها ونسيبها تمام بالشكل ده كده. انا محبتش برضو ان انا اكتره قوي لان كمية اللحمة عندي مش كتيرة، دول حوالي 300 جرام، وطبعا لازم نحط له بنسبة دهن يعني تقريبا 100 جرام. والخضروات بتاعتنا طماطم وممكن فلفل حامي لو حابين، وفلفل رومي وبصل وتوم. ديت الخضروات اللي احنا بندخلها معاه. طبعا نشوف الكمية على حسب ما انتوا عاملين. انا حبيت ان انا اضيف له فلفل حامي، وعلى فكرة هو ما كانش حامي قوي يعني، بس بيديله نكهة كده حلوة يعني لو حابين. نبدأ نفرم الخضروات بتاعتنا كويس جدا ونضيفها للخلطة بالشكل ده كده. طبعا اهم حاجة ان تكون كل الخليط بتاعنا متجانس مع بعضه، وهنشوف ازاي نكمله مع بعض. انا هفرم كده بقية البصل بتاعي. طبعا الحواوشي بيحب الخضروات كتير، يعني انتوا ممكن تكتروا في الخضروات، مش هتفرق في اي حاجة، بل بالعكس هتخلي طعمه حلو جدا. هضيف كده كل البصل والخضار بتاعي. عايزه اقول لكم الكميه تقريبا تضاعفت، بقت الضعف. يعني هو من الحاجات اللي بتحتاج بصل كتير غير الكفتة غير بقية الحاجات. بس نقلبه كده كويس جدا مع بعضه. احنا لسه طبعا لازم كله يمتزج مع بعضه كويس جدا. شايفين البرغل هو لسه محتاج يتساب شوية برضه عشان يكون اطرى معانا. هخليه كده كمان شوية، ونضيف التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود و7 بهارات وكزبرة ناشفة. ديت كل التوابل اللي احنا بنضيفها، مش بنضيف حاجة اكتر من كده. هي كده مظبوطة جدا. طبعا نخلي بالنا نظبط الملح بتاعه لان الخضار كتير والبصل وكل ده بيحتاج ملح كويس جدا. خلاص ظبطوا كده التوابل بتاعته على حسب الكمية اللي انتوا عاملينها. بس هي البهارات اللي بنضيفها ملح وفلفل اسود وكزبرة و7 بهارات، مش محتاجين حاجة اكتر من كده. خلاص، وهضيف له معلقة من الصويا صوص. بتديله نكهة كده حلوة وطعم حلو جدا. انا سبته شوية لغاية ما البرغل خلاص كده بقى تمام معانا. شايفين بقى بالشكل ده كده. خلاص بيطرى وبيتشرب المية بتاعته. نصفيه كويس جدا من المية، ما نخليش فيه اي سوائل خالص بالشكل ده، ونبدأ نضيفه للخليط بتاعنا. طبعا نكهة البرغل مش بتبان خالص في اللحمة، بس هي كترته معانا شوية. احنا لازم نقتصد ونكتر الحاجة بطريقة حلوة جدا. نقلبهم كويس جدا بالشكل ده. انا اديتهم وش كمان في المفرمة عشان كل المكونات تتجانس كده مع بعضها بالشكل ده، او نعجنهم كويس جدا بايدينا. وخلاص كده الخليط جاهز معانا. عايزه اقول لكم بقى التكايه ديت بجد بجد بتودي الحواوشي في حته تانية خالص. نولع كده فحمية ونحطها في وسط الخلطة بتاعتنا، بجد بتديلها ريحة وطعم تحفة جدا. الاسترتش اتقطع مكان الفحمية، حاولت كده اداريه بالشكل ده، او نغطيه بفوطة طبعا او طبق. بس هو كده خلاص. يعني اتشبع بالريحة، وبجد بتغير الطعم بتاعه تماما، بيكون تحفة جدا. خلاص هو كده الخليط بتاعنا جاهز معانا بالشكل ده. نبدأ بقى نجهز العيش بتاعنا. نفتحه كده بالشكل ده. وخلوا بالكم برضو في تكاية مهمة جدا. احنا بنحط اللحمة على الوش بتاع الرغيف اللي هو الطري اللي من فوق بالشكل ده كده. وهنعرف مع بعض، كملوا معايا الفيديو للآخر عشان نعرف احنا ليه عملنا كده. خلوا بالكم من الخطوة ديت مهمة جدا. خلاص انا بحط اللحمة على الوش الطري بتاع الرغيف من فوق بالشكل ده كده. نبدأ نوزعها كويس، مش لازم نحشيه قوي. بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم انا ما شاء الله الكميه تضاعفت معايا. عملت اللي يكفينا واتبقى حبه، ممكن نشيلهم في الفريزر وهي خلطه كده جاهزه. لما نعوز نعملها نطلعها تاني تكون جاهزه معانا، تكون سهله علينا.
انا هبدأ ارص العيش بتاعي في الشبكة بتاعة الشوي كده، بتديله شكل كده حلو قوي، بيكون شكل الشوي فيه، ونبدأ ندخله الفرن. هجهز خضروات معايا، فلفل رومي وطماطم وفلفل الوان وجبنه موتزاريلا، أو ممكن نحط جبنه شيدر، اي نوع جبنه متوفر عندكم. ممكن ميكس جبن، بجد بيخليه طعمه تحفه جدا. نقلبهم كده كويس بالشكل ده. انا دخلت كده الحواوشي بتاعي، هو كده تقريبا نص سوا، يعني اخد حوالي تلت ساعه بالشكل ده كده. خلاص، هو لسه ما كملناش التسويه بتاعته، هنشوف هنكملها ازاي. هنطلعه بقى من الشبكة بتاعته، ونبدأ ان احنا نحشيه بالخضروات. هنا بقى هوريكم، شايفين انا حطيت الحواوشي كده على وشه، شايفين الجزء اللي هو بتاع الحواوشي من العيش من الظهر ده كده بيكون متماسك. لما نيجي نفتحه ان شاء الله العيش ما يتقطعش منكم ويكون ماسك نفسه، ونعرف نفتحه ونحشيه. انما لو كنا حشيناه بالعكس كان الوش بتاع الرغيف طري جدا، وممكن يتقطع منكم ومش هتعرفوا تحشوه. بالشكل ده كده هبدأ ان انا احشيه بالخضروات. بيكون كده بتديله طعم حلو جدا، وبرضه بتكتروا معانا. مش حابين تضيفوا خضروات، حابين تضيفوا جبن، بس اللي يريحكم. انا كده جبت طاسة على النار وحطيت فيها معلقة سمنة بلدي كده حلوة، او اي نوع تفضلوه. نبدأ نحمر فيه العيش بتاعنا، والجبنة كده تسيح والخضروات تتجانس مع الحواوشي بالشكل ده كده. ايه رأيكم؟ بجد التكاية ديت بتخليه طعمه حلو جدا. والخضروات برضو كترته معانا وخليته ان هو كأن بتاكلوا بيتزا. بس انا كده حمرته بالشكل ده، شايفين شكله حلو ازاي؟ يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهارده. جربوه بالطريقه ديت وانا متاكده ان هو هيعجبكم. وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، مستنيه اعرف رايكم. ولو في اي فيديو انتوا عايزين نعمله مع بعض برضو قولوا لي عليه، وانا دلوقتي هقطعه واوريه لكم من جوه. ايه رايكم؟ متنسوش بقى تعملوا لايك وشير كتير، وتشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش، عشان هنعمل وصفات كتير جدا ان شاء الله هتكون حلوه مع بعض. انا عايزه اوريه لكم من جوه. نبدا نقطعه كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم بجد كان طعمه تحفه جدا. اهو كده شكل الحواوشي بتاعنا متجانس مع الخضروات ومع الجبن واللحم فيه، بجد بيكون طعمه حلو جدا. مع شويه طحينه بقى كده وسلطه خضراء وبألف هنا. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهارده. شكرا جدا ليكم لحسن متابعتكم ليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.